الفيلم بيبدأ بمجرمين بيتهجموا على نيها، بتحاول انها تنفذ منهم لكنهم بيضربوها جامد جدا على راسها. بتتنقل المستشفى بعد مرور شهرين من الحادثة. بتكون كل يوم بتروح المعبد وهي يأسانة عشان تدعي وتصلي، والكاهن بيقول لها من شهرين وانتي كل يوم بتيجي عشان تدعي وتصلي، ورغم كل ده لسه محبطة. انا عمري ما شفت الاحباط ده على وش حد قبل كده. بترد عليه وبتقوله انا لوحدي ومفيش حد بيدعمني، وكنت فاكراه انه هيساعدني. الكاهن بيقول لها ما تقوليش كده، لان الرب بيستجاب لكل الدعاء، وبعيد عن احباطك ده واكيد هيبعتلك حد يساعدك. بعدها بيظهر معانا روني، ضابط في الجيش، بيكون ماسك واحد ونازل فيه ضرب، وبيكون فيه شكوى للقائد بتاعه لانه قتل 3 اشخاص في العملية. وروني بيقول زي ما اتدربنا في قواعد الجيش مفيش اي اضرار جانبية لان ال3 كانوا ارهابيين. الشخص ده بيقوله ما كانش فيه داعي للي عمله روني، وده يعتبر انتهاك لحقوق الانسان لانه خلى من الشخص ده درع بشري، وايه القانون اللي بيحكم بكده؟ رانفير بيرد عليه وبيقوله ده اقل حاجة عندي لانه ما كانش المفروض يحرق العلم، وبرضه مش بيجيبها البر، وبيطلب من رانجيت القائد بتاعه انه يوقفه عن العمل زي زميله. وبيقوله الضابط رانفير براتاب سينج عندنا مقابلة انت وكل الكتيبة، لكن قبل كده لازم تمشي 25 كيلو، ويلا ابدأ دلوقتي يا بطل. وفعلا بيتحرك روني وبيمشي ال25 كيلو، وبعدين بيكون قاعد مع صاحبه وبيقول له احمد ربنا لان العقيد النهارده انقذك، وشوف موبايلك ده اللي قرب يتجنن من كتر الرن. روني بيشوف رساله وبتكون من نيها اللي بتقوله فيها ازيك يا روني، انا نيها وبكلمك بعد 4 سنين، ومش متاكده اذا كنت لسه بتستخدم نفس الرقم ده ولا لا، ولو كنت لسه بتستخدمه ياريت تكلمني على الرقم ده، وبتسيب له رقمها. صاحبه بيوقفه وبيقول له ما تصدقش كلام البنت دي ابدا، انا عارف كويس انت مريت بايه، ما سالتش فيك كل المده دي وفجاه كده بتتصل بيك، مش عارف بصراحه هي عايزه ايه. وبعدين رانجيت العقيد بيزعق وبيقول اجازه، انا لسه امبارح انقذتك من التحقيق والنهارده جاي تطلب مني اجازه؟ وبيساله ليه عايز الاجازه دي، وروني بيقوله امر شخصي. بيقوله العقيد مفيش حاجه اسمها امر شخصي في الجيش الهندي. بيقوله روني انا ما اخدتش اجازه من 4 سنين وانا محتاج بس 7 ايام مش اكتر. بيقوله العقيد انت عايش وسط الجبال من 4 سنين وممكن تكون نسيت العيشه بين البشر. بيرد روني وبيقوله اكيد هتاقلم مع الوضع، واخيرا بيوافق العقيد وبيقوله ترجع قبل ما شمس اليوم الثامن تطلع، والكتيبه والكل هيكون في انتظارك. وفعلا بيمشي روني وفي طريقه بيفضل يفتكر نيها كانت معاه في الجامعه، كانت ماشيه وندهت عليها صاحبتها سوني وهي متحمسه جدا وبتقول لها قدرت اجيب رقم روني، وبتسالها مين روني ده، وبتفتكر نيها ان روني ده لاعب كرة السله اللي اخد بطوله الجامعه. ونيها بتقول لها وايه يعني، وبتاخدها سوني وبتخليها تشوفه، وسوني بتقول لها خلينا نتصل بيه. بتحاول نيها تمنعها لكن سوني برضو بتتصل بيه. بيرد روني وبيسال مين، لكن سوني بتقول له ايه كل العضلات دي، ما تقولي عملتها ازاي. بيسكت شويه وبيفضل يبص حواليه وبياخد باله منهم لكنهم بيجروا بسرعه. وبعدين بيقول لها ممكن اعرف انا بتكلم مع مين؟ وبتقول له سوني بقى كده يعني لو ما قلتش اسمي مش هتتكلم معايا؟ وبيقول لها طبعا ازاي هتكلم مع حد انا معرفوش. وبتقول له انت شكلك بتحب البنات اللي بتتكلم عن نفسها كتير. بيقول لها لا حسبي، اوعي تفتكري نفسك من البنات دول. بتتعصب نيها وبتشد الموبايل من سوني وبتقول له ايه يا سيد مايكل، شفناك وانت بتلعب كرة السله وانا مش من البنات دي. بتحاول سوني تمنعها لكنها برضو بتفضل تكلمه، وبيقول لها بس انت اللي اتصلتي. بتقول له لا انا ما اتصلتش ولا اي حاجه، دي صاحبتي، وبالمناسبه انت محظوظ جدا لانك بتتكلم معايا لان مفيش اي شاب يتجرأ حتى انه يرفع عينيه فيا. بيقول لها مؤسف جدا انت وحشه للدرجه دي. بتقول له انت لو شفت صورتي بس هتقع من مكانك. وبيقول لها بجد، طب يلا نجرب. وبيخبط على ظهرها بتلفله وبينبهر بجمالها، وبيفضلوا يبصوا لبعض شويه وبعدين بتتحرج وبتمشي. بعدها والدها بيكون معاها وبيقول لها انا قابلت الشاب اللي جه عشان يتقدم لك واسمه شيكار، طموح جدا. مش بتكون مركزه معاه لانها شايفه روني جاي عليها. بابا بيقول لها لازم تقابليه. بيجي روني وبيعدي من فوق العربيه وبيقول هاي انا لازم اتكلم معاكي. بتحس بالاحراج عشان والدها لكن روني بيقول لها انه معجب بيها وان في 3 اسباب للاعجاب ده. الاول العقل وتفكيرك، اقصد يعني في وسط كل الطلاب المشغولين في اللي بيعملوه ومستمتعين انت دايما مبدعه ومركزه تماما، قد ايه ده جميل. والعاطفه تاني سبب قلبك لان صاحبتك ما جاتش عشان مش معاها رسوم الكليه وانت دفعتيها. بتكون محرجه لكنه بيستمر في كلامه وبيقول لها الطبيعه تالت سبب، ابتسامتك عمري ما شفت زيها قبل كده. هي بتتكسف من كلامها. ايوه ده رياكشن الكسوف مع مزيج من الخوف والغضب، بجد عجبني جدا. بيرد عليه ابوها وبيقول له بس انت ما عجبتنيش. وبيحاول روني انه يسلم عليه
لكن بيكون ابوها مش طايقه. بيقول له روني لازم تفضل فاكر الوش ده لانك هتفضل تشوفه كتير بعد كده. بيمشي وبيقول لها وهو ماشي بالمناسبة انا روني، وابوها بيقول لها ابعدي عن النوع ده من الشباب. بيكون روني بيلعب كرة السلة وبتدخل على نيها وهي متعصبة وبتوقفه وبتاخد منه الكرة وبتقول له اسمع كويس، انا كمان في 3 حاجات مش بحبهم ابدا. الاول انك انت رخم، والتاني انك كنت تافه جدا قدام بابا، والتالت انك تلحقني لكل مكان. ترميله الكرة وبتقول له بس في حاجة عجبتني، انك صريح وبتتكلم قدام اي حد، ودي الحاجة الوحيدة اللي عجبتني فيك. بتكتب له رقمها وبتقول له اتكلم كده المرة الجاية، مفيش داعي تورط بابا في الموضوع. وبتقول له هي ماشية بالمناسبة نيها، وبيبدأ ما بينهم الكلام وبيحبوا بعض، وحبهم كل يوم بيزيد عن اليوم اللي قبله. بيكون بيحبها جدا وبيوعدها انه هيفضل جنبها طول العمر. وبنرجع للوقت الحاضر، وفعلا بيروح روني لنيها عشان يقابلها. بيقعد معاها، بتكون متوترة وخايفة. بيسلموا على بعض وبيسألها عن الجروح اللي في وشها. بتكون مرتبكة جدا وخايفة وبتقوله ان هي حادثة بسيطة. بيفضل يكلمها وهي بتكون سرحانة وخايفة، وبتقوله انت اتغيرت جدا، قصيت شعرك. بيقولها انا دلوقتي بخدم في الجيش. بتسأله نيها اذا كان متجوز، وبيقولها ان هو مبسوط كده. وهو بيسألها اذا كان عندها اطفال، وبتقوله ايوه عندي بنت ريا. بعد كده بيسألها ايه السبب اللي خلاها تفتكره بعد كل المدة دي، وبتقوله انا بجد محتاجة مساعدتك. وبتحكي وبتقول انه كان اول يوم مدرسة لبنتها، وكانت خايفة جدا من انها تروح. فضلت كتير اقنعها ولحد ما وصلنا المدرسة متأخرين ساعة. وبتسألها مستعدة للمدرسة، لكنها برضو بتكون لسه خايفة ورافضة. تحاول تطمنها وتقنعها، وبتقولها تاخد لعبتها اللي في الكرسي اللي ورا عشان تحس بالراحة شوية. في الوقت ده بيوصل المجرمين وبيضربوها، وبتكون بنتها مستخبية ورا وخايفة. بتحكي انهم خطفوا بنتها وحياتها اتغيرت في لحظة، وهي مش عارفة الاشخاص دول عايزين منها ايه. وبتقوله هتساعدني في ان الاقي بنتي، وبتفضل تترجاه وتمسك ايديه، وبتقوله ارجوك ساعدني ان الاقي بنتي. بعدها بيمشي روني وبيفضل يفكر فيها. بيظهر عثمان صاحب معرض العربيات، بيروح لروني عشان يأجر منه عربية. عثمان بيقول له قبل اي حاجة لازم اشوف بطاقتك، وفعلا بيديها له. وبيعرف انه ضابط في الجيش وبيعامله احسن معامله. بيأجر منه العربية وبيمشي بيها. وبيقابل نيها وبتقول له انا مش انانية، انا محتاجة بس مساعدتك اني الاقي بنتي، لانها هي كل حاجة في حياتي، ومفيش اي حد ساعدني من شهرين، وسألت كل الناس لكن مفيش امل. بيسألها طب والشيكار؟ تقول له الشيكار دايما مشغول. وروني بيقولها طب والشرطة؟ لكن برضه ما وصلتش لأي حاجة. والاسبوع اللي فات راحوا بيتها، والشرطي قال لها ان هي لازم تقفل ملف القضيه لانهم ما وصلوش لاي حاجه من شهرين. بيقول لها روني خليني اجرب اتكلم معاهم. وفعلا بيروحوا اسم الشرطه. بيدخلوا، الضابط بيقول لنيها وقعي بقى وخلينا نقفل القضيه دي. ترد عليه وبتقول له انت ازاي هتقفل القضيه بالسهوله دي؟ هو بيقول لها ان التحقيق مستمر من شهرين ومفيش اي معلومات بتجيله. بعدين الضابط بيكون بيعمل مكالمه، وروني بيشوف ملف القضيه. بيشد منه الضابط بعصبيه وبيقول له انت فاكر نفسك هنا في مكتبه؟ وبيساله وبيقول له انت تبقى مين؟ وروني بيقول له انه صديق العيله. بيحاول الضابط انه يقرب منيها، وروني بيحذره لكن مش بيسمع منه. فبينزل ضرب في الاسم كله. بيهجموا عليه لكنهم بيضربهم وبيطيرهم ولا كأنهم فراشات. ولما بتندهله نيها بيوقف ضرب، فبيمسكوه وبياخدوه. تفضل قاعده ومستنياه، وبتقول لها الشرطيه قعدتك هنا ملهاش لازمه، روحي وهو هيخرج. وفي الوقت ده بيكونوا بيعذبوه جامد جدا لكنه مش بيتأثر. وبيعرف الضابط ان ده من الجيش، وبيقوله ليه ما اتكلمتش، ما كناش عذبناك بالشكل ده. روني بيقوله تعذيبك ده مجرد تمرين عندي في الجيش. بيمسكوا الضابط بالشكل ده وبيقوله هنا مش حدود بلدك، دي منطقتي، ومفيش اي حد هنا هينقذك. في الوقت ده بيوصل المدير العام للشرطة. بيدخل المدير وبيطلب روني لمكتبه، وفعلا روني بيروح المكتب. الموبايل بتاع المدير بيرن، وبيكون رنجيت العقيد. المدير بيكلمه وبيقوله الجندي بتاعك ده بيعلمني قوانيني. بيتكلم مع روني وبيقوله احمد ربنا ان المدير ده يبقى صاحبي، والا كنت عمرك ما هتقدر تخرج، وبكره الصبح عايز تقرير منك توضح لي فيه اللي حصل. المهم بيتقفل الموضوع وبيتحل وبيخرج. عثمان بيكون واخده وخلاص بيقرر ان هو هيرجع، لكن في لحظة بيغير قراره ده وبيقرر انه يرجع ويكمل مهمته. بيروح مدرسة ريا وبيسأل المديرة عن البنت، وان في اختطاف حصل هنا من شهرين. بتقوله ان ما حصلش اي حاجة من دي. بيوريها صورة ريا، بتقوله ان البنت دي مش موجودة في مدرستهم اصلا. روني بيتصدم من كلامها، وهو خارج من المدرسة في حيرة كبيرة. بيشوف الشخص ده وبيسأله عن الحادثة اللي حصلت من شهرين، وان في بنت اتخطفت هنا. بيقوله والمطلوب مني. روني بيقوله لو يقدر يفيده بأي معلومات. الشخص بيقوله وانت مين بقى عشان تحقق معايا، ظابط مثلا؟ روني بيقوله انا صديق العيلة. بيطلب من الامن انه يتصرف معاه وبيمشيه. وهو ماشي بيلاحظ ان في كاميرا مراقبة في المكان. بعدها بيقابل نيها.
بتعتذر له على اللي حصل معاه في القسم بسببها. بيعرفها انه راح مدرسة ريا والمديرة قالت له انها مش موجودة في المدرسة. ترد عليه نيها وبتقوله طبيعي انها تعمل كده عشان تكون بعيدة عن القضية، وانا مش بلومها، لو كنت مكانها اكيد كنت هعمل كده. بيسألها روني لو اي حد اتصل بيها وطلب فدية، نيها بتقوله لا. وبيسألها عن شيكار، بتقوله ان خبى مشاعره لما شاف حالتي كده. وبيسألها اذا كان يقدر يتكلم معاه، بتقوله ما ينفعش لانه ما يعرفش عنك حاجة. بيحاول يوصل معاها لأي حل، وبتقول نيها انا لو اعرف ان كل الطرق دي هترجع لي بنتي ما كنتش طلبت مساعدتك. بيقول لها فعلا معاكي حق، وبيطلب منها صور كتير لريا. بتقوله ان هي معاش. بيقول لها انت عايزه تفهميني ان كل بيتك ده ما فيهوش ولا صوره لبنتك؟ بيكون مستغرب جدا ازاي معاش صور لبنتها. وفي الوقت ده بيوصل ساني. نيها بتتوتر جدا وبتخرج روني من بيتها بسرعه، وساني ده يبقى اخو زوجها اللي اصغر منه. بيدخل ساني عند نيها وبيفضل قاعد وبيسكر. هي بتطرده وبتطلعه بره، وبيكون روني بره وبيراقبه وبيشوف هو بيعمل ايه. روني بيرجع تاني يدخل لنيها وبيسألها ايه اللي حصل ده. بتقوله ان اخو زوجها الاصغر منه مجنون جدا، ولو كلمت شيكار هيقول عنه انه طفل، وبيطلب منها عنوانه ورقمه. ولما بيكون روني نازل من عند نيها بيشوف واحد من السكان وبيسأله اخر مرة شايف بنت شيكار وزوجته امتى. بيفاجئه جدا لما بيقوله انهم اصلا ما عندهمش بنت. روني بيكون مصدوم من رده ده جدا. بعدين بيتصل بساني وبيقوله انه من الجريدة وعايز معلومات بخصوص خطف بنت اخوه، لكن بيقفل السكة في وشه. في الوقت ده بيشوف صاحبه وكمان بيكون بيتجوز. بياخده بالحضن وبيقوله عاش من شافك يا جدع، انت مت ولا رحت فين؟ بيقوله يا عم انا خلاص بقيت في الجيش. بياخده معاه وبيعرفه على مراته، وبيقابل كل اصحابه القدام وبيفتكر. وبنرجع تاني للماضي لما كان هو ونيها في فرح وكانوا بيرقصوا وكانوا مبسوطين جدا، لحد ما ابوها دخل عليهم وشافهم وبياخد نيها وبيكون خلاص ماشي بيها. فروني بيوقفه وبيقوله ان هو بيحبها جدا. ابوها في اللحظة دي بيضربه بالقلم وبياخد بنته وبيمشيها. بتروح لروني وبتقوله ممكن تتجوزني، وبيستعد عشان يتجوزوا. بتيجي مكالمة ليها في الوقت اللي بيكونوا خلاص فيها يتجوزوا، وبتمشي فورا للمستشفى وروني بيروح معاها. وهي داخله بيقول لها خليكي فاتحه معايا الخط على الموبايل عشان اتابعك. بتدخل وبتلاقي باباها في اخر مرحله من مرضه وهو مريض بالسرطان. بتقفل مع روني وبنرجع تاني للحاضر وقت فرح صاحبه، وفي ضابط بتقع منه بطاقته بالغلط. بيكون سكران ومش واعي وبياخدها روني. بيكون مكتوب فيها ضابط شرطه باسم اناند تايجي، وبيقدر من خلال البطاقه دي انه يدخل ويتفقد كاميرات المراقبه اللي قدام المدرسه. بيشوف كل الفيديوهات، لكن وقت الحادثة الفيديوهات بتكون مش موجودة. فبيسأل عنها رجل الأمن وبيقوله إن الشرطة جت وخبتها ومسحتها. يفضل يدور تاني في وسط الفيديوهات لحد ما بيشوف ساني، وهنا شكه بيزيد فيه أكتر. بيتفق مع الأمن إنه يجي تاني عشان يشوف الفيديوهات اللي ناقصة، وبيمشي. وبعدها بيظهر معانا مساعد المفوض، وهو غريب جدا في طريقة تحقيقه، حتى كمان في أسلوبه وفي شكله. بيسلم على الاسم كله وبيرحبوا بيه. بعد كده روني بيبدأ يراقب ساني لحد ما بيوصل مكانه وبيشوف رجالته وهي بتقابل عثمان. بيتصدم فيه جدا. بيحاول انه يلحقهم، لكن رجالة ساني بتهاجمه من ظهره وهو اكيد بيسد معاهم. وبيقول لهم ان هو بيدور على بنت اسمها ريا، وبيقولوا له انهم ما يعرفوش. بعدين بيروح لعثمان وبيسأله روني انت كنت بتعمل ايه مع رجالة ساني؟ بيقوله انا كنت بديهم عنوان كانوا بيسألوا عليه. بيقوله في حد بيدي حد الفلوس دي كلها في مقابل انه يديله عنوان؟ بيرد عليه عثمان وبيقوله دي جوه، ومن حقي انا كمان اتجول وابيع المخدرات زي بقية الناس. بيقوله عثمان انت شخص بسيط، ليه بتتدخل في كل الحاجات دي؟ فكر كويس قبل ما تاخد اي خطوة. روني بيرد عليه وبيقوله انا بالفعل اخدت خطوة. يخرب بيتك عملت ايه؟ زمانهم جايين وجايبين جيش معاهم. وفعلا الجيش كله بيحضر. عثمان بيقول لهم انه تبعه وبيحل الموضوع معاهم وبيمشيهم. وبيقول له انت ليه بتعمل كل ده؟ ليه بتخلق المشاكل لنفسك؟ وكل ده عشان مين؟ روني بيقول له لانه بيدور على الطفلة دي من شهرين، وبيسأله اذا كان شافها، وهو بيقول له انه ما يعرفش اي حاجة عنها. بعدين روني بيرجع الفندق ومش بيقدر يدخل الأوضة لان الكارت اللي معاه مش بتاعه، بتاع الضابط اناند. في اللحظة دي الضابط اناند بيظهر وبيقول له انا اسف عن اللي حصل امبارح، تقلت في الشرب. وبعدين بيقول له ممكن بقى ترجع لي بطاقتي؟ وفعلا بياخد منه البطاقة. وبعد كده روني بينشر صور ريا في الجرايد وبيحط مكافأة مالية للي يقدر يلاقيها. نيها بتشوف ده وبتتصل بيه وبتكون خايفة وبتقول له ايه اللي انت عملته ده؟ بيقول لها ما تخافيش، خليكي واثقة فيا. بتجيله مكالمة وهو بيرد وبيقول ان الفلوس جاهزة للي يلاقي البنت،
لكن الشخص اللي بيكلمه بيرد عليه وبيقول له انا مش عايز اي فلوس، انا عايز بنتي. روني بيروح وبيقابله، والشخص ده بيقول له انها بنته وبيدور عليها بقاله شهرين وكان هيتجنن عشان يلاقيها. روني مش بيصدق كلامه وبينزل فيه ضرب. الشخص بيقول له طب انا بقى معايا شهاده ميلاد، ولو مش مصدقني شوفها بنفسك. في الوقت ده شيكار بيرن عليه وبيكلمه على اساس انه اناند تايجي، وبيطلب منه انه يقابله. وبيروح روني وبيقابل شيكار وبيقوله الحقيقه انا لما شفت صوره البنت دي منشوره اتصدمت. روني بيقول له افندم اتصدمت من ايه؟ بيقول له بصراحه كده انا ونيها ما عندناش بنت، وكل اللي بيحصل لها ده تأثير صدمة، لأن هي بقت مريضة نفسيا الفترة الأخيرة، لأن كانت هي حامل وفقدنا الطفل وحصل لها إجهاض. روني في اللحظة دي بيكون عقله هيقف من كتر التفكير، بيفضل يجمع كل التفاصيل اللي بتحصل معاه في دماغه اللي بتأكد إن كلام شيكار ده صح. روني بيقوم وبيمشي، وقبل ما يمشي شيكار بيقوله إنه يبعد عنهم لأنه مش ناقص وكفاية اللي بيحصل معاه. بعد كده بيروح وبيشوف بقية الفيديوهات اللي ناقصة، وبيشوف ان وقت الحادثه ما كانش موجود غير نيها في العربيه. هنا روني بيتجنن على الاخر وبيروح وبيقابل نيها وهو متعصب وبيقول لها كل اللي بيحصل معايا بيأكد ان انتي ما عندكيش بنت. هي بترد عليه وبتقول له ازاي كنت هقولك ان مفيش حد بيصدقني وكنت هتقبل انك تساعدني. بيتنرفز عليها وبيرمي المفتاح على الارض. هي في الوقت ده خلاص بتفقد الامل تماما وبتقول له انه يمشي. بيوطي عشان يجيب المفتاح، بيشوف علامات نمو وهنا بيتأكد ان كلامها صح. بيقوم عشان يشوفها لكن بتكون وقعت من البلكونه. روني بيجري عليها لكن مش بيلحقها وبتقع وبتموت. روني بيكون في منتهى الحزن عليها ومصدوم، وهو سايق العربيه بيفتكر كل لحظه كانت حزينه فيها على بنتها وكان نفسها تلاقيها. الشرطه بتعرف انتحار نيها، ولوها سينج بيلاحظ ان جوزها مش زعلان عليها خالص وبيشك ان هو ورا الانتحار ده. وفي الوقت ده بيكون روني خلاص يئس وفقد الامل. وفي الوقت ده بيروح لعثمان. روني مش بيكون عايز يقعد معاه، لكن عثمان بيصمم وبيقول له فاكر اليوم اللي وريتني فيه صورة البنت الصغيرة؟ انا كدبت عليك، لو قلت لك وقتها كان زمان دلوقتي نيها عايشة وما ماتتش. روني بيقوم وبيهجم عليه وبيقول له ازاي تعرف نيها؟ عثمان بيقول له انا معرفهاش، لكن كل اللي اعرفه ان الناس دول كدابين ونيها هي اللي كانت صح، وهي ما كانتش مجنونة ولا حاجة، وهي فعلا كان عندها طفلة. كان من كام يوم راح لسانيا زي عادته وهناك شاف الطفلة دي وقتها، وسانيا حذره من انه يتكلم وبيقول له ايه اللي انت عملته ده؟ دي كانت بتدور على بنتها في كل مكان زي المجنونة. عثمان بيقول له المفروض دلوقتي ان احنا ننقذ حياة الطفلة وهي اكيد مع ساني، وبيقرروا انهم يروحوا له. وبياخد عثمان وبيركبوا الاسانسير. تيجي مكالمة روني من المحقق لوها سينج لانهم شافوا تواصل بينه وبين نيها على الموبايل بتاعها وبيكونوا عايزينه عشان يحققوا معاه، والمفروض انه يستنى في الفندق لحد ما يوصلوا، لكنه بيمشي ومش بيستنى وبيفضل يطارد ساني لحد ما بيمسكه. وبتتدخل الشرطة بتاخدهم هما الاتنين في البوكس. لوها سينج بيقول لروني مش قلتلك تستنى في الفندق؟ بيكون روني منفعل جدا وبيقول له استنى لحد امتى؟ مش كفاية امها ماتت؟ استنى لحد ما كمان الطفلة تموت؟ لوها سينج بيقول له انت كنت موجود في الفندق وقت الحادثة. روني بيرد عليه وبيقول له وانت كنت موجود فين وقت خطف البنت؟ بيفضل في الاسم يصرخ عليهم لحد ما بينرفز لوها سينج. بيتحدوا بعض وبيدخلوا وبيفضلوا يضربوا بعض وهو طبعا بيكسر عظمه. الشرطة بتحاول تحوش عنه لكن هو بيقول لهم سيبوه، المواجهة دي بيني وبينه. وعلى اخر لحظة بيتدخل المدير العام للشرطة وروني بيوقف لما بيشوفه. روني بيقول للمدير ان ساني هو اللي ورا الاختطاف ده. المدير بيرد عليه وبيقول له انا ليا الدليل. بيقول روني انا الدليل معايا، والدليل بيكون عثمان. وفعلا عثمان بيقول اللي حصل معاه وانه شاف البنت. بيقول المدير انت مستعد تقول الكلام ده في المحكمة؟ وعثمان بيقول له طبعا. بعدين المدير العام للشرطة بيدخل عند ساني وبيحقق معاه بطريقة غريبة فيها هدوء وبيسأله بهدوء فين ريا؟ بيقول له معرفش. لوها سينج بيتدخل بسبب طريقة المدير معاه وبيدخل عليه بالسلاح وبيقول له سيبني اقتله. المدير بيقول له اتكلم قبل ما يقتلك. بيحاول المدير انه يهديه. لوها سينج بيقول له ما تلفش. في الوقت ده بيكون ساني اخد المسدس بتاع المدير ورفعه عليه من ظهره، ولوها سينج في الوقت ده مش بيتردد ثانية انه يقتله. بيجري عليه روني وبيفضل يصرخ لان ده الامل الوحيد اللي كان بسببه هيلاقي الطفلة. بعدها روني بيقعد مع المدير والمدير بينصحه انه يسيطر على غضبه شوية لكنه بيكون عايز ينتقم. المدير بيقول له ان عمل الشرطة العدالة مش الانتقام. بيحكي له روني انه كان بيحب نيها جدا وانه قابلها في الجامعة لكن باباه ما كانش موافق بيه وهي ما كانتش عاوزة تزعله، وكانت رغبة باباها انها تتجوز شيكار. وفي الوقت ده عثمان بيروح له الشخصين اللي كانوا عايزين يقتلوا روني.
بيفضلوا يضربوه في الوقت اللي بيكون روني بيتكلم فيه مع المدير وبيقوله ان هو عنده شك في شيكار، لكن بيقول للمدير ان الشك مش كفاية ولازم ادلة. بيقوم وبيسيبه، بيكون لسه هيمشي، لكن قبل ما يمشي بيقوله ازاي واحدة فاكرة حبيبها من 4 سنين تنسى اذا كان عندها طفلة ولا لا. وبعدها بيمشي في الوقت اللي بيكون فيه عثمان بيتضرب من الاتنين دول، بيكسروا له رجله، وبيروح روني وبيتخض عليه جدا، وفي واحد منهم بيهاجمه من ظهره وبيفضلوا يجنوه لحد ما هو بيكسر عظمهم على الاخر. بعدين بيعمل فيهم زي ما عملوا في عثمان بالظبط. عثمان بيكون خلاص مات، روني بيكون في منتهى الحزن عليه. روني بيشوف موبايل واحد من الاتنين اللي قتلهم بيرن، وبيلاقي عليه محادثات ما بينه وما بين المدير، بيكون باعتهم عشان يقتلوا روني ويخلصوا عليه، وبيكسر التليفون وده بيكون لسه فيه النفس. روني بيسأله عن مكان المدير وبيقوله ان هو على الحدود، وبيديله الضربة القاضية، وبيستعد روني عشان يروح للمدير. بيحاول يوقفوا الضابط ده والثلاث عربيات، لكن هو بيعدي منهم وبيخليهم يلبسوا في بعض، وطبعا احنا مصدقين. بيرفع الشرطي ده معاه وبينزلوا هما الاتنين من فوق الشجرة. الضابط بيموت، لكن روني اكيد مش هيموت، ده البطل يعني. بيطلع شال نيها وبيربطه على دراعه وبيستعد للمعركة اللي بيكون مستنيه جيش عشان يهاجمه. روني بينزل فيهم واحد واحد وبيخلص عليهم لحد ما بيجي لوها سينج، وبيقابل العقيد بتاع روني وبيقول له انت لو ما قدرتش تفهمه فعلى القليلة ممكن تنقذ حياته. بيرد عليه العقيد وبيقول له في الحقيقة انا ما جيتش هنا عشان افهمه ولا عشان انقذه، انا جيت عشان افهمكم انتوا وانقذكم انتوا منه، لانكم جايين في المنطقة بتاعته، حافظ كل شبر فيها. الغابة دي عبارة عن بيته، وهو اكيد مش هيخسر الحرب. وبيضرب فيهم كلهم، مش بيكونوا قادرين عليه فبيطلبوا قوات خاصة، لكن روني بيخلص عليهم وبيولع في كل مكان لحد ما بيروح لمكان المدير. بيقابلوا اشخاص كتير، وروني برضو بيقضي عليهم لحد ما بيشوف الشخص بانه ابو ريا وبيخلص عليه. في الوقت ده المدير بيضرب عليه نار من ظهره، لكن ده طبعا البطل ما بيموتش، بيكمل ضرب فيه وبيرميه على الارض، وبيقعد وبيقوله انا مش منعتك، انت عايز ايه؟ روني بيقوله ان هو عايز ريا. بيحكي المدير انه تعب من الوظيفة دي وكان بس مستني الفرصة، ولقيتها على هيئة ريا. واللي حصل وقتها ان كان المدير بيساعد ساني على تهريب المخدرات، وفي يوم شاف ريا عند ساني وكان لسه هيقتلها لكنه انقذها وراح عشان يبلغ شيكار، لكن بيكتشف ان شيكار هو اللي كان مخطط لكل ده من البداية. والمدير اتفق مع شيكار انه هيديه البنت بعد ما شحنته تتشحن، وكانت الشحنة دي هتقعد 2 شهر، واتفق معاه ان هو هيديله البنت بعد ال2 دول. وبيحكي كمان ان شيكار كان بيكره مراته وبنته، كان عاوز يقتل بنته وكمان يجنن مراته، وخطف البنت وكل حاجة كانت من تخطيطه هو، وكمان مسح كل دليل يثبت وجود ريا، وقال للناس ان بنته ماتت ونيها في حالة نفسية سيئة، وطلب منهم انهم يمثلوا انهم ما كانش عندهم بنت من الاساس، وده عشان خاطر نيها، لكن في الحقيقة كان عايز يجننها، ومسح كل الادلة. وروني بعد ما بيسمع كل ده منه بيخنقه وبيضربه لحد ما المدير بيرفع عليه السلاح، لكن لوها سينج بيكون سابقه بخطوة وبيضربه بالنار. بعدها بتظهر ريا في الوقت اللي بيكون فيه روني فقد الوعي. بعدين لوها سينج بيحقق مع شيكار وبيحكي انه عارف انه عقيم، والدكتورة قالت له انه مستحيل يخلف. وقتها بنعرف ان ريا ديت تبقى بنت روني ونيها. واخيرا روني بياخد بنته ريا وبيجتمع الاب وبنته، وتوتا توتا خلص الحدوتة. سلام.